مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من مصر بتتغير. رغم انف كل الاعادي هتفضل مصر هي مصر، وكل ضربه هتقوينا، وكل ضربه هنستفيد منها، وكل ضربه هتخلينا نعمل الصح ونقدر نواجه ونقدر نقول احنا هنفضل بلد امن. محدش هيقدر علينا، ده اراده الله. احنا البلد الامن وهتفضل امن مهما حاولوا. زي ما شايفين الشوارع النهارده كله الحمد لله، كل الامور مستتبه. انا مش بقول ولا بطبل ولا هطبل وانتوا عارفيني، انا بقول اللي بيحصل النهارده. كل الشوارع مستتبه، هنا ممكن تبقى قنبله صوتيه، هنا ممكن تكون برج كهرباء، لكن في الاول وفي الاخر الحرب اللي في سينا هتستمر، وكل يوم بيموت فعلا في سينا ناس كتير من اللي قتلوا شهدائنا، وناس اكتر هتموت، وكل التحالفات والاتحادات اللي معموله ضد مصر هتقع على ارض سينا. ده اللي هنعرفه النهارده من استراتيجيه جديده جدا بتتنفذ على ارض سينا. بيسعدنا ان احنا يكون معنا لشرح هذه الاستراتيجيه الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء علي حفظي، وهو طبعا محافظ شمال سيناء الاسبق، المسؤول عن فرق الاستطلاع خلف خطوط الاعداء في اسرائيل اثناء حرب 73، ومساعد وزير الدفاع الاسبق. اهلا بحضرتك واهلا بخبراتك كلها معانا يا فندم. اهلا وسهلا. بس انا الحقيقه ما بستحبش انكم بتطلقوا علينا الخبير الاستراتيجي دي، يعني يمكن بحب دايما ان يتقال اخر وظيفه الواحد مسكها ايه، هي دي مساعد وزير الدفاع الاسبق. اهلا بحضرتك يا فندم. وتصحيحا اهلا بسياده اللواء علي حفظي مساعد وزير الدفاع الاسبق بكل خبراته، ومحافظ ايضا شمال سيناء. انا حابه جدا ان احنا نعرف مع حضرتك الاستراتيجيه الجديده اللي بتنتهجها مصر، قياده موحده للقضاء على الارهاب في سيناء ولتعمير سيناء معا. هي في الحقيقه ارجو ان احنا برضو في اطار هذا اللقاء الطيب الحقيقه ان احنا نتحدث ايضا عن ابعاد الارهاب وكيف نقاوم هذه الابعاد، لان التساؤل اللي حضرتك قلتيه هيبقى جزء من هذا المضمون او هذا المشمول الاكثر اتساعا فيما يتعلق بموضوع الارهاب. لأن يمكن بقول الكثيرين بيتخيلوا أن موضوع حرب الإرهاب دي بتقتصر فقط على محاربة بعض العناصر والميليشيات المتطرفة أو الجهادية أو التكفيرية اللي بتعمل في سيناء، ولكن رأيي الشخصي من واقع رؤية الأمور بمنظور أوسع الحقيقة، فبقول أن حرب الإرهاب فيها بعد سياسي، حرب إرهاب سياسية، حرب إرهاب اقتصادية، حرب إرهاب اجتماعية، حرب إرهاب عسكرية، حرب إرهاب إعلامية. ودي هنقف عند نقطة حرب يعني حرب إرهابية إعلامية، بس نتوقف لرفع أذان المغرب حسب توقيت القاهرة ونرجع بعده لمصر بتتغير. بكم مرة أخرى، وبرحب بسيادة اللواء علي حفظي محافظ شمال سيناء الأسبق. وكنا بنتكلم عن أنواع الإرهاب، وسألته عن ماذا عن القيادة الموحدة في سيناء. أنا أسفة جدا طبعا لمقاطعة حضرتك للأذان. لا طبعا بالعكس. هو تسمحي لي برضو عشان عاوز استكمل الجزئيه الاولانيه دي، احنا كنا توقفنا عند الارهاب الاعلامي. نقول زي ما بقول ايه ببساطه للساده المشاهدين. يعني كنت بقول زمان بيوجهوا لنا ضربه عسكريه من خلال توجيه استراتيجيه الهدم من الخارج. يفتعل لك ازمه ثم يوجه لك ضربه عسكريه يجعله مصر ضعيفه مثلا 10 سنين، ثم ازمه ثانيه وهكذا. خلاص تحولت استراتيجيه الهدم من الخارج دي الى استراتيجيه الهدم من الداخل، بالوكاله باطراف من الداخل بحيث يبقوا هم من الخارج ولكن يحققوا نفس الهدف وهو اضعاف مصر. يعني عشان تبقى الهدف واضح ما فيهوش اختلاف. تعريف جديد للارهاب الداخلي في مصر. استراتيجيه الهدم من الخارج. طب بايه بقى؟ زمان لما كانوا بيوجهوا لنا الضربه العسكريه بيقولوا يشغل
افرع رئيسيه، مش عارف، دبابات، شيء بريه، جيوش قوات جو، نظامية مع بعض. قوات جويه، قوات بحريه، قوات خاصه. النهارده طب بيحارب ايه؟ ايه الادوات اللي بيحارب بيها بقى؟ زي ما قلت لحضرتك، حرب ارهاب سياسي خارجي وداخلي. ويمكن احنا نشوف كده في الايام القليله اللي مضت. انت مش شفت حضرتك اللي بيزوروا امريكا النهارده من الاخوان في وزاره الخارجيه الامريكيه وعاوزين يعملوا لهم حزب وخلافه؟ ده نوع من الارهاب السياسي. الاحزاب المتطرفه اللي عاوزين تدخل في اداره الحراك السياسي في الدوله، ده مش ارهاب؟ ننتقل بقى للجزء العسكري زي ما احنا شايفين بقى، اللي في سيناء واللي في خارج سيناء، عمليه اثاره القلاقل والعمليات اللي بتتم دي، ده مش ارهاب سياسي؟ العسكري، الارهاب الاجتماعي، العناصر اللي تغلغلت داخل مؤسسات الدوله التي تريد ان تعيق حركه الدوله في الاتجاهات والمسيره السليمه، جماعات منظمات المجتمع المدني دي وخلافه اللي عمالين يعملوا لنا مشاكل داخليه، حرب الارهاب الاعلامي اللي نقول يوميا بتدخل بيت الناس كلها اجبارا ويحاولوا يوجدوا نوع من التوتر والقلق والشك والترويع. واخد بال حضرتك؟ كل هذه الامور كلها ما نقدرش نفصل جزء منها عن الثاني، يعني كل دي مؤثرات. الهدف منها في الاخر ايه؟ يعني ما دايما اقول اذا كان الهدف واضح التفاصيل تبقى سهله. رايي الشخصي هي استمراريه حاله عدم الاستقرار في مصر، لان طالما في حاله عدم ده المقصود، ده الهدف. ده الهدف من خلال بقى كل هذه الادوات. انتقل بقى على الجزئيه اللي بتاعت حضرتك اللي هي المهمه، قياده موحده. القياده الموحده. بقول احنا كان عندنا في القوات المسلحه دايما مبدا بنحاول نطبقه في المواقف المهمه، بنقول ايه؟ لا مشاعر للمسؤوليه. يعني عندما يكون هناك مهمه تحتاج نجاح، اذا لابد من قائد واحد وقياده واحده يكون هو المسؤول، ويعاونوا بقى جهات كثيره، ولكن يبقى المسؤوليه بتنحصر في قياده ايه؟ قياده واحده. فيمكن نقول طب الوضع في سيناء كان شكله ايه؟ زي ما بنقول كده، في جيش تاني، في جيش ثالث، في مخابرات عسكريه، في مخابرات عامه، في شرطه مدنيه باجهزتها الايه؟ المختلفه. اذا وكل بيعمل، ولكن من الذي يستطيع ان ينظم ويقود ويتخذ القرار الفوري اذا ما تطلب الموقف ذلك؟ بعتقد كان لازم الرجوع للقيادات، كلهم بيرجع الى قيادته، ثم يحصل التنسيق، ثم بعد التنسيق يتم اتخاذ القرار على اعلى مستوى، ثم ينزل للمنفذ. فالدوره دي الحقيقه بتاخد وقت. الاوضاع اللي في سيناء بقى مش محتاجه كده. فبقول، ودي خبره سابقه على فكره، عملنا حاجه زي كده يمكن ايام ما كان في توتر في الاتجاه الاستراتيجي الغربي مع ليبيا في السبعينيات، فكان بيبقى فيه قياده واحده. وبعتقد كان في ذلك الوقت كان تعين الفريق حسن أبو سعدة رحمة الله عليه لتأمين هذا الاتجاه، وبحيث كل الأجهزة كانت تتبعه في هذا الاتجاه، وعشان كده تم النجاح في تأمين الاتجاه الغربي يعني في ذلك الوقت. فبعتقد أن القرار الجديد الحقيقة بأن يقود المنطقة شرق سيناء بكل ما يجري على هذه البقعة من أرض مصر تحت قيادة الفريق أسامة عسكر بصفته كان قائدا للجيش الثالث وقائد ميداني يعلم جيدا ما يجري على أرض سيناء، ولديه من المقومات القيادية أن يستطيع أن ينجح في هذه المهمة، وبالتالي أوكلت إليه. النقطة بقى اللي البعض بيتساءل فيها ولا الله، هو رايح لمهمة مقاومة الإرهاب ولا للتنمية؟ لا، قبل ما نوصل للنقطة دي اتفضل. هذه القوة الكبيرة، يعني هو دلوقتي بيتحكم في قوة كبيرة من الجيش المصري، يعني لا يستهان بها. جزء كبير من الجيش الثاني وجزء كبير من الجيش الثالث. لا، دي القوات اللي موجودة شرق القناة طبقا، ما هو جزء من الجيش يعني الجيش الثاني والثالث، ده جزء اللي موجودين على أرض يعني سيناء. معلش برضه عشان نبقى واضحة الصورة للسادة المشاهدين. أيوة، إن القوات اللي في سيناء دي قوات محدودة طبقا للاتفاقية. يعني ما فيش قوات جديدة بتدخل إلى سيناء إلا في إطار الاعتبارات المرتبطة. وعشان كده عندما يتم التغيير في أي أوضاع للقوات اللي موجودة في سيناء لابد من التنسيق ما بين الطرفين المتفقين على هذه الاتفاقية. فبقول هو حجم مناسب، ولكنه لما يتخيلش البعض ان الجيشين النهارده موجودين في شرق القناة. يعني لا، ده في حجم كبير من القوات موجود غرب القناة
تحت قيادة الجيش الثاني وقيادة الجيش الثالث. ومن هنا بنقول ان القوات اللي موجودة في شرق القناة برضه عشان نتخيل الصورة السليمة تقريبا للوضع. القوات اللي موجودة في شرق القناة النهاردة دي بتحارب مين؟ لا، الأهم هي هل هي كافية لمواجهة هذا الخطر؟ ما أنا بقول هو الخطوة الأولى، أنت سبقتيني بس بقول هي تحارب مين؟ هل بتحارب قوات نظامية وجيش؟ لا، معروف ان هي حرب عصابات. بتحارب ميليشيات. ميليشيات يعني مجموعات صغيرة من الجماعات الإرهابية دي، معها تسليح متنوع وإن كان معظمه تسليح خفيف مش تسليح تقيل. بتختبئ في معظم المناطق وبالذات المناطق الأهلة بالسكان، ثم تخرج بنظرية بقى اضرب واهرب، يعني ازاي يضرب ويهرب. وبالتالي طبيعة التعامل مع هذه الميليشيات وهذه الجماعات تختلف تماما. ودي يمكن نقول ايه برضو مهمة جديدة للقوات المسلحة، لان دي ليست مهمة القوات المسلحة، دي ما نقول ايه منظومة جديدة فرضت على القوات المسلحة لكي تقوم بهذه المهمة، زي ما اكد السيد الرئيس الحقيقة لما قال ايه دي بتوجه اصلا كان نيرانها ضد شعب مصر. فكان حاجة من اتنين، يا الشعب يواجهها يا القوات المسلحة والشرطة هم اللي واجهوها. وبقال لك احنا خدنا القرار ان احنا اللي هنواجه، ما نخليش الشعب يواجه. اذا دورها انها بتطوع القدرات والامكانيات لكي تحارب عدو غير معلم، غير معروف مكانه فين، التوقيت اللي هيشتغل فيه فين، غير معروف ايه الادوات اللي هيستخدمها، ايه الاساليب اللي هيستخدمها، لانها متنوعة طبقا للظروف والموقف. ولكن هو الحقيقة نقول في نجاح في ان ايه، ان بيبتدي حصر هذه العناصر، ويمكن احداثه فيها خسائر كبيرة في الفترة الماضية. احنا يوميا من ساعة الحادث طبعا اللي شاهدناه ووقوع الشهداء، يوميا في احداث في سيناء وفي عمليات بتتم في اللي بتتم في سيناء. حجم الخسائر اللي كبدته لقوات الجيش لهذه العناصر النهارده طبقا للمعلومات اللي بتذاع يعني اكثر من 1600 قتيل في هذه العناصر. ومن هنا بقول يمكن احنا عندنا الشهداء يمكن وصل. لماذا لا نستخدم الإعلام في هذه النقطة وتوضيح ما يتم في سيناء؟ الآخرين بيستخدموا الإعلام لإرهاب الشعب ولتخويف الشعب، ولكن احنا لماذا لا نرى بأعيننا ما يحدث في سيناء؟ هي الحقيقة هو بيبقى سلاح ذو حدين، يعني ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش بالذات في النتائج العمليات، وازاي بتتنفذ العمليه ما ينفعش انها تتقال ازاي. ولكن هناك اداره الشؤون المعنويه واعلام العسكري ممكن جدا وجائز ان هو بيذيع اللي هو يعني يقوم بهذه المهمه فتبقى مؤمنه. لا، سؤال حضرتك ايه؟ هو بيذيع، ولكن يمكن الاذاعه اللي بتتم يمكن ما بترضيش قوي غرور اللي عايز يعرف او تفاصيل الامور اللي بتتم على ارض الواقع. لكن هي طبيعه الاعمال العسكريه لابد ان تتسم بالسريه، ده مبدأ ألف ب في الجانب العسكري. ليه؟ بس الاستراتيجية الحديثة واضح جدا لا، يعني لا حتى تختلف. في العمليات العسكرية لا تختلف. لا يعني احنا بنشوف حتى يعني لما كان هنقول مثلا اللي حدث للضابط الأردني قبل مثلا اللي حدث لبن لادن، كلها عمليات مصورة ل يعني تأكيد العملية ولبس الروح اللي هم مستهدفينها. ده العنصر، انت بتتكلمي حضرتك على العنصر العدواني. العنصر العدواني زي ما اللي ابرزوه في لما اعدموا صدام حسين، وزي ما اعدموا القذافي. ايوه دي وهنا اعلام لا يعني دي رسائل. ده اعلام مستهدف موجه. ده اعلام موجه بهدف نقول ايه الترويع والتخويف والترهيب. لا ده موضوع تاني. لكن العمل العسكري نفسه ده نقول ايه لابد ان يتسم بالسريه. ليه؟ لان طبعا اثناء تنفيذ العمل ما صحش اسلوب التنفيذ نفسه يظهر للاطراف الاخرى.
أنا يعني حابة أن حضرتك تتفرج معنا على هذا التقرير القادم، وهو جزء مما يحدث في سيناء للعمليات اللي بتتم يوميا. هنشوفها وبعد كده سيادة اللواء هيعلق عليها، وأيضا هنتابع مع بعض تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق أسامة عسكر طبعا توليه هذه المهمة الشاقة. نشوف مع بعض ونرجع لمصر بتتغير. رسالة الجيش المصري من سيناء. إنهم حماة الوطن، عندما يعلنون عن غضبهم يستعيدون الأمجاد. الأبناء يسيرون على درب الآباء، يجسدون ملحمة وطنية لتبقى مصر حرة أبية. عملية عسكرية شرسة هنا وهناك لتطهير سيناء من براثن الإرهاب والإجرام. الفريق أسامة تم تكليفه بقيادة شرق القناة كله ومكافحة الإرهاب. وانت مسؤول قدامي وقدام المصريين عن تنمية سيناء كمان. وتم تخصيص 10 مليار جنيه للمهمة ديت. ايوه، انا بسمع كل الناس احنا مش رايحين بس، لا، احنا رايحين نعمر ونبني في بلادنا قبل ما ندور على ان احنا بس نسقر ونقتل المجرمين. فمهمة كبيرة، بس احنا كلنا معك. ربنا يوفقك ان شاء الله. اتفضل. مهمة صعبة وتكليف كبير، وزي ما بنقول يعني محاربة الإرهاب كان مسؤولية لوحدها ضخمة، ولكن محاربة الإرهاب والتنمية معا أعتقد هنا رسالة كبيرة جدا. بس قبل ما نقف عند هذه النقطة، حضرتك علق لي على المشاهد اللي احنا شفناها من سيناء، ليست كافية زي ما حضرتك قلت. اللي هي المشاهد العمليات يعني ما بترضيش قوي، ما بتشفيش غليلنا. ما بتشفيش، هي يعني بالمصري كده تتقال، ما بتشفيش الغليل. نحاول بقى نشوف مع شورمان ازاي نخليها تبقى ايه اكثر تاثيرا يعني. المفروض ان احنا نشوف بعينينا زي ما شفنا اولادنا وهم بيتقتلوا، نشوف الاخرين. هي اصلا اقول ايه برضو، احنا عندنا الجيش المصري الذي يعمل باسلوب الفرسان. الخلق في الحرب لابد ان يكون موجود، ده الفرق. انما الاطراف الاخرى دي ما عندهاش كده للاسف. معك كل الحق يا سيدي. لا دي حقيقه، اصل دي من ضمن دي حقيقه. الجزئيه الثانيه نرجع بقى للارهاب والتنميه. يد تبني ويد تحمل السلاح. ده شعار المرحله اللي احنا فيها، لازم نبقى فاهمين كده كويس قوي يعني. مش هنحارب بس بالقتال بالسلاح، ليس بالجديد على القوات المسلحه المصريه. ده احنا لازم واحنا بنحارب بالسلاح لازم نبني. وعشان كده تلاقي حضرتك ايه، كلفوا بالمهمه الاولى وهي الحرب والسلاح، وراح رابطها على طول بالمهمه الثانيه. وطبعا من واقع نقول التعايش على هذه الارض لسنوات طويله، الحقيقه بقول ان هناك علاقه وثيقه جدا ما بين محاربه الارهاب والتنميه، لان كل منهما يؤثر على الاخر. يعني لو انتشر الارهاب هيؤثر على معدلات التنميه، ولو توقفت التنميه هتساهم في زياده النشاط. متى توقفت التنميه في سيناء؟ كرأي شخصي، كشاهد على العصر. الحقيقه يمكن دي قلتها الحقيقه. من وجهه نظري
طبقا للفترة اللي أنا تعايشتها يعني. هو الحقيقة بقول لغاية نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة. لماذا توقفت؟ لا، هي دي علامة استفهام، ولكن تحليلها نقول ليه كتحليل وليس كحقائق. بقول مع بداية الألفية الجديدة وتغيير حكومة الدكتور الجنزوري ومجيء حكومة الدكتور عاطف عبيد، كان هناك بعض الأمور بعتقد أنها كانت بالنسبة لسيناء حصل فيها نوع من التغير، بحيث معدل نقول المجهود اللي كان بيتبذل من أجل تنمية سيناء لإيجاد البنية الأساسية والتحتية والخدمات عشان نبتدي نقيم المشروعات، بدأت هذه قوة الدفع دي اللي كانت موجودة. اللي يمكن بدي مثل فيها النهارده كان تم رصف مثلا حوالي اطوال طرق حوالي 7000 8000 كيلو على ارض سيناء، بحيث اصبح حضرتك النهارده عاوز تتحركي في سيناء من اي موقع لاخر هتجدي طرق صالحه تسمح بذلك. الكهرباء اللي دخلت كل سيناء تقريبا او 95% من سيناء، المياه اللي وصلت الى معظم الاهالي، نقول شبكة الكهرباء زي ما بقول السكة الحديد اللي دخلت سيناء، الكوبري العلوي اللي تم في سيناء، المناطق ترعة السلام اللي تمت على أرض سيناء. أول مرة في تاريخ مصر مية النيل تصل إلى أرض سيناء يعني. ما أنا بقول دي كلها كانت قوة الدفع اللي موجودة في فترة صغيرة الحقيقة. النهاردة يوجد خدمات في كل المجالات الصحيه. ما جاوبتنيش على سؤالي. ما انا هقول لحضرتك اهو، بس بدي التقديم ده عشان اقول ارتباطه باللي جاي ايه. اتفضل. المدارس اللي وصلت الى اكثر من 500 منشاه تعليميه، طب لماذا بقى توقفت؟ يعني انا رايي الشخصي ان الذي يدفع بقوه الدفع للتنميه والتعمير هي الاراده السياسيه. فالتحليل المنطقي من وجهه نظري بقول ان لابد ان تكون هناك كان نوع من الضغوط على القياده السياسيه للتقليل من حجم التنميه على الارض. ليه؟ السؤال ليه؟ اكيد ودي مش عايزه نوع من الاجتهاد، ان الاطراف الخارجيه معلش مع احترامي كده، أيوة. وبالذات الجانب الامريكي واسرائيل ليس من مصلحتهم انك تنمي سيناء طبقا لرؤيتنا احنا يا مصريين في تنميه سيناء. ليه؟ السؤال ليه؟ الآن بقى. السؤال ليه؟ برضه عشان المشاهدين يبقوا فاهمين. ليه؟ لان مصلحه الطرف الاسرائيلي بالذات بالنسبه لسيناء له ابعاد سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وعسكريه، ويريد ان يحل المشكله الفلسطينيه عن طريق، ويمكن شعرتوا انتم بذلك. معلن. هذا معلن واعلن خلاص، واخبر حضرتك. اذا مصالحه تتعارض، مصالح الطرف الاخر تتعارض مع مصالحنا فيما يتعلق بهذه الجزئيه. ومن هنا بنقول حصل نوع من التقصير في تنميه سيناء في العقد الماضي. خلاص، ده المؤشرات بتقول كده. واللي يمكن كان من احد السلبيات اللي فيها ان لما عجله التنميه ابتدت تتوقف على ارض سيناء، انتشرت العناصر الارهابيه دي في سيناء، سواء البعض منها من داخل مصر او البعض منها من خارج مصر. ويمكن بقول شوفي حضرتك، شوفي السيناريو اللي كان تم، التفجيرات اللي تمت في جنوب سيناء في الفترة دي. بعدها إسرائيل انسحبت، سابت الحدود ومشيت بانسحاب أحادي دون إبلاغ أحد. بعدها الجانب الفلسطيني راح منقسم، وأصبح فيه ما يطلق عليه قيادة في حماس في قطاع غزة وأخرى في رفح. وثم بعد كده كان الكام نفق اللي كانوا موجودين من خلالهم بيتقدم بعض المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، تحولت إلى كل ما هو غير مشروع. حتى أني يمكن أطلقت عليها، قلت ينابيع الشر في سيناء كانت هذه الأنفاق. الحقيقة الموقف ده محتاج بقى إعادة نقول تقييم لحاجتين كرأي شخصي زي ما اتقال كده، ودي المهمة بتاعت الفريق عسكر فعلا كده بتدخل في إطار هذه الجزئية. إزاي نستكمل عشان النسبة اللي حصلت حتى الآن يمكن نسبة بتزيد فوق 70-80% من تدمير العناصر الإرهابية على أرض سيناء، يعني الجزء المتبقي وفي شريحة محددة ومعروفة، وإن شاء الله نقول هنجد في أقرب فرصة يمكن الأمور هتتغير. حضرتك فاهمني كويس، وفاهم إن أنا سؤالي كان هل الضغوط الخارجية ستتوقف؟ الضغوط الخارجية التي مورست على القيادات السياسية
في أواخر التسعينات لعدم استكمال تنمية سيناء، هل ستتوقف؟ اختلفت الامور بعد اذن حضرتك. طمنا. يعني اختلفت الامور. دلوقتي القرار السياسي قرار شعب، ما كانش قرار فردي. معلش مع احترامي كده، الفرق الرئيسي الجوهري. انا كان القرار السياسي فردي، هدي نهدي، زود نزود. لا، ده النهارده الشعب الذي يتخذ القرار، واصبح الشعب هو الذي يختار الرئيس، واصبح الشعب هو الذي يحرك الرئيس. والشعب لا يستطيع الاراده السياسيه لا تستطيع ان تتحرك بدون الاراده الشعبيه. وده اوضحه الرئيس نفسه، وبالتالي واصبح القرار، معلش بقول ايه، قرار شعب. وبالتالي عندما يريد شعب مصر ان ينمي سيناء لابد ان كل من هنا بقى بيقع دور على الشعب المصري. اكيد. لا، ما احنا عندما نتحدث نقول ايه دايما، ودي نقطة مهمة قوي والله اللي حضرتك بتسيريها دي، بقول ايه، الإرادة الشعبية عندما تتضامن مع الإرادة السياسية هي دي اللي بتدي قوة التأثير. وأنا يمكن خدمت في الخارج، ويمكن في حضرتك خدمت في أمريكا وخدمت في روسيا. في روسيا، واخده بال حضرتك. لازم نعرف كده، الناس دي ما بتحترمش إلا القوي. والقوة بتأتي عندما نقول ايه، تتلاحم الإرادة السياسية مع الإرادة الشعبية، لأن دي هي اللي بتدي قوة البلد. وفي نفس الوقت النقطة المهمة قوي، اوعوا ننسى ان طول ما جيش مصر قوي تظل مصر قوية. وبالتالي هم حاطين في اعتبارهم ان هنلاقي في موجة موجهة في كيفية ان التأثير على جيش مصر بشكل ما او بآخر. وعشان كده احنا دايما بنؤكد ان الجيش هو جزء من الشعب. لا، ما تسمحي لي، جزء ايه؟ برضو انا بختلف في الحته دي، تسمحي لي. اتفضل. الله، مين الجيش؟ بسال نفسي كده. هو الشعب المصري. يعني هو بقول ايه؟ الشعب المصري. لا، ده انا بس حضرتك تسمحي لي، يعني بشبهها تشبيه ظريف او بسيط قوي. احنا بنيجي ناخد كده شويه من الشعب، من شباب مصر، نعلمهم العسكريه ونقول لهم انتوا جيش مصر مسؤولين تدافعوا عن مصر. بعدها بشويه ناخد شويه شباب تانيين من ابناء مصر، نعلمهم العسكريه وندخلهم الجيش ونقول له انتوا اللي تدافعوا عن مصر. طيب. يعني ما فيش فاصل. سيادة اللواء، واحنا بنتكلم عن الارهاب ومحاربه الارهاب، وشايفين هناك تحالف دولي لمحاربه الارهاب على ما يسمى بداعش، لماذا الى الان لم يمد العالم يده الى مصر لمحاربه الارهاب في سيناء؟ بختلف. بمعنى؟ انا شخصيا بختلف. بمعنى؟ بسال نفسي، من الذي انشا هذا الارهاب؟ من الذي يخطط لهذا الارهاب؟ من الذي يدعم هذا الارهاب؟ من الذي يناور بادوات هذا الارهاب؟ اسئله كلها ممكن حضرتك تجاوب عليها؟ طبعا. اتفضل. هي هذه الاطراف اللي بتدعي لان طبعا نقول ايه، نفهم برضو ايه، خلاص احنا بعتقد الشعب دلوقتي بقى اكثر وعيا، وفهمنا او اللي زي ما بيسموه اللعبه السياسيه او الجيم السياسي ده. اللي بيحكم الامور بعد اذن حضرتك كلها هي المصالح. سيبنا بقى من الكلام اللي بيتقال ده، اللي بيتقال منمق ده من اجل تحقيق بعض المصالح، ولكن في الاخر كل طرف بيسعى للمصالح. ما هو مين الذي يدير اعمالها الارهابيه دي؟ مين؟ عاوزه تقولي لحضرتك ان ما فيش اجهزه مخابراتيه هي التي تنظم عمل هذه العناصر؟ لا، عارفين. مين اللي بيمد هذه العناصر؟ مين اصحاب المصالح اللي هم بيمدوا هذه الاطراف، اللي شكلوا هذه الاطراف؟ مين الاطراف اللي بتدي لها هذا الدعم المادي الذي لا حدود له؟ مين اللي قال لما اول ما داعش ايام ما كان الاخوان عندنا احنا هنا يعني شادين حيلهم، سمعتي عن داعش اي كلمه؟ لما اتحرق الكارت بتاع الاخوان طلع الكارت بتاع ايه؟ بتاع داعش. خلاص. وبعدين لما طلع الكارت بتاع داعش قال لك دي عاوزين نوجد لها تحالف دولي عشان يوجدوا مدخل قانوني عشان يرجعوا تاني للمنطقه. خلاص. وبعدين قالوا لا، دي العمليه دي هتاخد لها حوالي 3 سنين. قلت يعملوا لها علامه استفهام، ايه 3 سنين ده؟ يعني هم مش عارفين، زي ما حضرتك قلت لي كده من شويه في احد الاخبار، بقى مش عارفين مخازن الذخيره فين؟ لا، ده كنا بنتكلم قبل الحلقه عن ان طبعا يعني
الضربات الأردنية للمواقع في داعش كان اللي بيحدد هذه المواقع هم الأمريكان، وتحديد الأماكن الخاصة بالأسلحة والذخيرة. وده كان حوار على يعني إحدى القنوات الأمريكية، فكنت بتناقش فيه مع سيادة اللواء إن هم إزاي كانوا بيقولوا الأماكن مش معروفة ومش عارفين نضربها، ولما حبوا الأردنيين يضربوها قالوا لهم هنا وهنا وهنا. يعني أقصد أقول إيه؟ 20 موقع. وبسأل كده وبسأل ببساطة شديدة بقى، لو هم عاوزين نقول إيه يوقفوا حال داعش دي من الألف للياء، بقول له ببساطة شديدة جدا، لو دمروا لهم مخازن الذخيرة واصطادوا القيادات بتاعتهم، إيه قيمة داعش؟ ده معظمهم مرتزق. الوضع مختلف في سيناء ولا نقدر نعمل ده؟ لا، احنا بالنسبه لنا معلش الوضع نقول ايه مختلف، بمعنى ايه ان دي ارضنا، وان جيشنا طول عمره هو الذي يحمي هذه الارض ويعلم في كل مساربها. ويمكن الحقيقه بقول بالاجراءات اللي بتتم كلما استطعنا، انا بقول ايه قفل الانفاق دي، عارفه حضرتك زي ما بتقول ايه في نوع من زي سيل الميه اللي جه كده من الاتجاه غزه طبعا، وانا قلت دي اسمها ينابيع الشر. لما حضرتك تحصري الميه الاول يبقى عمليه التجفيف سهله. فقفل الانفاق دي الحقيقه والاجراءات اللي بتتم دي هنجد ان كل ماده هم بيتخنقوا. وعشان كده حضرتك تقول ايه، طب ما لاحظناش حاجه دلوقتي ان هم المنطقه العازله ليه لغايه دلوقتي ما كانش تاثير؟ الايه؟ المنطقه العازله. لا اصل هي انتشروا، هو في انتشار، ما نقدرش نقول انه كلهم في حته واحده. بس المفروض ان كانت المنطقه العازله دي هي عارفه حضرتك تقول ايه، هو يعني هتقطع ينابيع الشر اللي حضرتك بتتحدث عنه. عشان ما يبقاش فيه امداد جديد، يعني عشان ما يبقاش فيه سيوله جديده للتدفق ده. وبعدين بقول في الجزئيه دي الحقيقه انا اقول يعني واضح كده ان الامور بالنسبه لهم، ويمكن انا عايز اربطها. طب حضرتك ما لاحظتيش كده ان في الفتره الاخيره دي كتحليل شخصي من وجهه نظري يعني بقول، هم لما حسوا ان احنا الحقيقه في 30/6 دي اوجدت لهم ضربه قاضيه شديده قوي، فهم بيستعيدوا تاني الامور الاطراف الخارجيه، وبيحاولوا يضغطوا عليكي تاني خارجيا زي ما بقول كده بالمظاهر اللي بنشوفها كل يوم والتاني يطلع لنا تقرير مش عارف من المفوضيه الاوروبيه ومن مش عارف البرلمان الاوروبي البرلمان الاوروبي، وشويه من الولايات المتحده، وشويه من سين وايش اللي بيقوم بيه الجانب التركي بكل سلبياته، وايش اللي بيقوم بيه الثاني الجانب القطري اللي رجع تاني برضه. فاقول هم بيحاولوا يعني الحفاظ على ماء الوجه تاني من وجهة نظرهم على فيما يتعلق بهذه الجزئية، عاوزين يثبتوا انهم ما زالوا لديهم القدرة على الفعل. وبالتالي بيحاولوا يعني عارفة حضرتك اللي يبقى في الرمق الأخير بيحاول نقول ايه ينشطوا بقى عناصر مختلفة. ازاي يتأكد ان هم في الرمق الأخير؟ يعني هي المؤشرات بتقول كده. ايه يعني المؤشرات؟ ان يعني شوفي كل الأمور اللي بيقولوا هنعمل هننزل مظاهرات، نقفل، مش عارف، مش هنخلي حد يتحرك، هنغير، هنخلي الجانب الاعضاء اللي هتخش البرلمان مش عارف منين. كل هذه الامور الحقيقه بقول ايه لو جينا على ارض الواقع بنلاقي ان الكلام شيء واللي على ارض الواقع لما بيجي ينفذ مش قادرين. انا عاوزه رؤيتك كقائد عسكري. مش قادرين. بيبقى فيه دلالات للحسم، بيبقى فيه علامات للنصر. ما هي دلالات الحسم والنصر بالنسبة لما يحدث في سيناء تحديدا؟ يمكن احنا شايفين هنا في المحافظات المختلفة في سيطرة كبيرة جدا وفي إنجازات كبيرة جدا، لكن احنا بنتحدث عن سيناء، والأهم دلوقتي بالنسبة لنا سيناء في هذا الوقت والتوقيت، خاصة ما يحدث حوالينا أو على الحدود المصرية كلها غير مطمئن. هو في سيناء الحقيقة نقول ايه ان أصبح كل هذه العناصر المنطقة ضاقت عليهم، يعني اتحصروا دلوقتي في مناطق محددة غير الانتشار اللي كان موجود الأول. وأصبح النهاردة حتى طبيعة العمليات اللي بتتعمل إن أصبح ما بيهاجمش دلوقتي، أصبحت عمليات انتحارية
يعني العمليات الانتحاريه دي عارفه زي ما بيقولوا ايه. العمليات الاخيره كانت انتحاريه بالفعل. تدي مؤشر بايه بقى؟ ان عارفه نقول اخر كارت ده ما هو يعني مش قادر يقوم بالعمليات الهجوميه اللي كان بيقوم بيها قبل كده، فاصبح النهارده يعني ما عندوش امكانيه الكر والفر خلاص. يعني اقول ايه، اصبح دلوقتي بيدور بقى على البعد العمليه الانفجاريه، ودي بقى بعتبرها برضو احد المؤشرات اللي بتدينا نقول ايه، ان معنى كده ان قوته الفاعله المؤثره ما اصبحش لديه مثل هذه الامور، بالاضافه الى ان واضح كده ان في احكام، وبالتالي الحركه نفسها اصبحت محدوده. مجرد ان بقى تبعت واحد الجيش المصري بيواجه صعوبات كبيره جدا. هناك اضطرابات في ليبيا، وهناك ايضا بعض يعني الاضطرابات او المافيا الخاصه بالسلاح في الحدود الجنوبيه، وهناك ايضا الوضع في غزه. هي عارفه حضرتك اكبر مشكله بصفتي برضو كنت قائد الحدود السابق يعني في وقت ما، ان دايما تامين الحدود لابد ان يتم بين قوات الجانبين، يعني كل دوله بقوتها هي التي تؤمن حدودها. ده صحيح، مفيش دول. اطرحي حضرتك بقى دلوقتي سواء حدودنا مع الجانب الليبي مفيش حدود، نيجي مع السودان مفيش حدود، يا دوب حاطين نقطتين حدود كده عند المعابر، انما مين اللي بيأمن الحدود؟ ما فيش قوات حدود. نيجي عند غزه، مين اللي بيأمن الحدود مع غزه؟ في الجانب الفلسطيني ما فيش حدود. اذا اصبحت المهمه اللي ملقاها الحقيقه على قوات الحدود بتاعتنا مهمه كبيره جدا، لانه لازم يقوم بقى نقول ايه بالعمل المزدوج ما بين الاثنين. وبعدين حدود ممتده الاف الكيلومترات. يعني انا يمكن اتيحت لي فرصه ان انا مريت على كل حدود مصر دي، بتمشي بالساعات في مناطق ما فيهاش انسان. فبقول في الجزئيه دي الحقيقه، بقول عشان كده الجيش يجب ان كلنا الحقيقه في الفتره دي بالذات يعني اقول ايه، نحسسهم دايما ان احنا ايه معاهم، وان احنا جنبهم، وان احنا بندعمهم، مش زي البعض اللي بيحاول نقول ايه يجد اي موقف علشان يشكك او يقلل من قيمه العمل العظيم اللي بيقوم بيه رجالنا وابنائنا اللي بيأمنوا حدود مصر. هرجع تاني ل يعني وجود قياده الان موحده لطبعا مكافحه الارهاب وتنميه سيناء، واقامه المؤتمر الاقتصادي في مارس في سيناء. اعتقد ان هذه القياده هتبقى عليها برضو يعني مسؤولية تأمين هذا المؤتمر، خاصة أن هناك بعض التهديدات اللي بتأتي الآن لضرب هذا المؤتمر. لا، هو بيحاولوا في الفترة دي يشككوا بس في نتائج المؤتمر، وطبعا كل الكلام اللي بيتقال ده نقول هتثبت الأيام عكسه تماما يعني إن شاء الله. وفي الجزئية دي لا، طمن حضرتك طمن السادة المشاهدين أن بيتخذ من الإجراءات ما يؤدي إلى التأمين الكامل في مثل هذه الأنشطة الرئيسية اللي مرتبطة بمستقبل مصر. يعني تختلف تماما عن، إنما ما زلت برضه بقول إيه، لاحظي حضرتك إن هم ما زالوا يركزوا على منهجية ثلاثية الأبعاد كمان اللي بحاول أذكرها. أولها محور الحرب النفسية. يعني شوفي كل ما يجري النهارده ده ليه ارتباط وثيق جدا بالجزئيه الخاصه بالحرب النفسيه، من اشاعات، من اكاذيب، من ترويع، من تخويف، من تشكيك. كل هذه الامور بتتم نجد انها شبه يوميا النهارده خلاص. ثم اثاره القلاقل وافتعال الازمات. الحقيقه المنهجيه دي شغاله وبيحاولوا ان هم يطبقوها، وعشان كده لازم احنا نبقى واعيين لمثل هذا التوجه وكيف لا نتأثر بهذه الأمور. طيب احنا معانا اتصال بسيادة اللواء رضا يعقوب الخبير الأمني في الإرهاب الدولي. أهلا بحضرتك يا فندم. السلام ورحمة الله وبركاته على المشاهدين والمستمعين. أهلا بحضرتك. ومعنا في الاستوديو سيادة اللواء علي حفظي، وبنتحدث عن طبعا القيادة الموحدة ل يعني القضاء على الإرهاب في سيناء وتنمية سيناء. بس حابين ان احنا نسأل حضرتك عن ايضا تضافر جهود الجيش مع الشرطة لمواجهة الإرهاب داخليا. اولا تحية لسيادتك ولضيفنا الكريم الجليل الصديق والمستمعين. اولا مصر هنقول سباقة في مكافحة الإرهاب الدولي. احنا بنحارب الإرهاب في كل مكان وفي كل موقع وفي جميع منظماته الإرهابية.
لا نقتصر على تنظيم او اثنين، انما احنا بنحارب الارهاب في كل مكان. القياده الموحده بمعنى ان هيبقى في اشراف تام على هذه العمليات، وغرفه عمليات دائمه هتشرف على هذه العمليه ان شاء الله. وتحرير سيناء باذن الله هي هديه القوات المسلحه واجهزه الامن الى شعب مصر. فدي فكره ناجحه وفكره ثاقبه وهتدمر الارهاب. لكن انا هقول كلمه واحده: محاربه الارهاب لابد ان يكون سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ودينيا وامنيا. ده اكيد طبعا سياده اللواء علي حفظي في بدايه الحلقه. يعني اذا لابد ان تكون جميع هذه الاتجاهات متكامله مع بعض. ده اولا. ثانيا، احنا في ملف لابد ان نعده للجنه مكافحه الارهاب الدولي في مجلس الامن. هذه اللجنه يرأسها السفير المغربي محمد لولشكي، ونضع فيه جميع العمليات الارهابيه التي ارتكبتها جماعه الاخوان والمنظمات المنبثقه منها في مصر. حتى توضع هذه المنظمات كمنظمات ارهابيه دوليه، هيترتب عليها اولا توقيف هذه الجماعات اي محاكمتها، انهاء الملاذ الامن، انهاء تدفق اموالها بين الدول، امداد مصر بتقنيات حديثه لمكافحه الارهاب الدولي. طب واحنا لماذا لم نقدم الملف ده الى الان؟ والله هو عشان ما تقدمش، انا رفعت قضيه في مجلس الدوله ضد السيد رئيس الجمهوريه وضد السيد رئيس الوزراء ووزير الخارجيه ووزير الداخليه، وان شاء الله هيتعد هذا الملف ده. لو تعد هتبقى ضربه قاسمه، لان احنا بنشوف دلوقتي جماعه الاخوان، احنا بنقول احنا بنحارب الارهاب في كل مكان، لكن بنشوف جماعه الاخوان راحوا الولايات المتحده الامريكيه وعملوا لقاءات سياسيه، هم هدفهم انهم عايزين يدخلوا في الاستحقاق بتاع مجلس البرلمان، واحنا الشعب اصلا رفضهم. فالمفروض ان ما فيش جهه دوليه تستقبلهم. لو اعد هذا الملف وقدموا على اساس انهم ارهابيين دوليين، خلاص هتنتهي هذه الاتصالات. هل تعتقد ان هذه الدول ستعترف بهذا الملف؟ ده الامم المتحده هتعترف به، يبقى جميع الدول ملزمه بتنفيذه. الدول الكبرى ستعترف، خاصه امريكا يا فندم اللي اجتمعوا عندها. كل دول العالم هتعترف به، كل دول العالم هتعترف به. كيفيه اجبار الدول للاعتراف؟ هي وسيله الضغط. انطلاق هذا الملف الى لجنه مكافحه الارهاب الدولي في مجلس الامن واقراره، خلاص في اعتراف دولي بكل دول العالم بان هذه المنظمه جماعه الاخوان والمنظمات المنبثقه منها جماعه ارهابيه دوليه. ان شاء الله بنتمنى ده. يعني شكرا لحضرتك سياده اللواء رضا يعقوب الخبير الامني في الارهاب الدولي. استخدام اوراق ضغط زي ما حضرتك بتؤكد، يعني طبعًا. هي اوراق ضغط طبعا، ولكن ممكن جدا الدول الاخرى لا تعترف. هو في اكتر، وهو ده اللي حاصل. هو في اكتر من قرارات مجلس الامن التي لا يعترف بتنفيذها في بعض الامور بالظبط. لكن هي تبقى ورقه ضغط مهمه للتاثير طبعا الدولي. خلاص. انا يهمني الحقيقه نقول ايه، نفسي نتكلم برضه نقول الله، طيب احنا قعدنا نتكلم على الارهاب، طب كيف نحارب هذا الارهاب؟ مهم ولا مش مهم؟ طبعا اكيد. الله. طيب مين بقى اللي يحارب الارهاب؟ هل الدوله ولا الدوله والشعب؟ الدوله. يبقى الاجهزه، لا ده الجيش والشعب والشرطه. خلاص. الاجهزه المسؤوله في الدوله ده بعتبره اتجاه، والاتجاه الاخر هو الشعب. افهم من كده ان انت عاوز تقول رساله للشعب. اكيد. خلاص، وللاثنين. بالنسبه للجهات المسؤوله بقول فيها ايه الرساله دي؟ نمرة 1 ان لازم يبقى في اصرار على تحقيق الهدف اللي احنا عاوزين نوصله مهما كانت التضحيات او التكاليف. نمرة 1 مهما كانت التضحيات والتكاليف. نمرة 2 بحط ايدي على قلبي لما بسمع الجملة دي. لا لازم يعني. لا هو كده مفيش نجاح بدون تضحيات، لازم نبقى فاهمين كده كويس قوي. خلاص. النقطة رقم زي ما احنا في اكتوبر 73 معلش مع احترامي كده، لما حصل عدوان 67 قلنا هنسترد الارض مهما ستكون التضحيات والتكاليف، ونجحنا في ذلك. ونجحنا في ذلك. ونجحنا في ذلك. النقطة الثانية وهي كيف نقيم الامور بصفة مستمرة، ونقول ازاي نطور نظامنا وخططنا واجراءات تأميننا، وبالذات بالنسبة لكل ما هو يؤثر علينا تأثير مباشر من أهداف حيوية داخلية وبعض المنشآت الداخلية وخلافه، بحيث لا نتيح لهذه الأطراف القدرة أنها تعمل ضد هذه نقول إيه الكيان الرئيسي في الدولة. خلاص. بتطوير هذه الخطط وخلافه، يبقى ده جزء دفاعي. أيضا لابد أن يكون للدولة نقول إيه
يد طولة في، والحقيقة أنه في الجزئية دي نقطة مهمة، وهي عملية بقى العمليات الاستباقية، ان انا مش كل مرة استناهم لغاية لما يجي يقوموا بالعملية ثم ادور عليهم واتتبعهم او ادمرهم. لا، ده انا عاوز برضو ان البعد العمليات الاستباقية ده يكون اكثر فعالية. ويكون اكثر فعالية بايه بقى كرأي شخصي؟ ان كل ما نجحنا في الشق الخاص بالمعلومات والمخابرات كل ما ده سيساعد في هذه الامور. ده انا نفسي حضرتك شوفي كده الجانب الامريكي اللي احنا بنتكلم عليه. في الكام يوم اللي فاتوا دول بعتوا لي كام وفد عشان يشوفوا الدنيا عامله ازاي. كام زياره. من ايه بقى؟ من ناس سياسيين وناس عسكريين ورجال اعمال ومراكز دراسات استراتيجيه، عشان هي المعلومات اللي من خلال المعلومات يستطيع ان يقيم الموقف ويستطيع ان يتحرك. يبقى قلنا التصميم، قلنا الخطط الدفاعيه وتطويرها بصفه مستمره، الضربات الاستباقيه. الجزء الثالث اللي بعتبره مهم برضو جدا اللي هو يعني لغة بقى الإعلام المسؤول، الإعلام المسؤول، وكيف نقول إيه يبقى واضح بالنسبة له كده. ده احنا مصر معروف كده، احنا المصريين نقول ايه. اعتقد ان اعلام الحرب مختلف، يعني احنا في فترة حرب، واعتقد ان اعلام الحرب المفروض ان هو يبقى مختلف عليه. انا بقول اعلام المصريين بقى مش اعلام الحرب. زي ما بيقول الرئيس السيسي كده، بقول ده احنا المصريين معروف كده ان في وقت الشده بتلاقينا كلنا ايه، ايد واحده. ايه ده، يعني الواحد نقول إيه شايف مدخلات جديده ما كانتش موجوده قبل كده. فين ده الانسان المصري المشهور باصالته وشهامته وجدعنته في وقت الشده؟ فين؟ فللاسف نقول بعض الاتجاهات الاعلاميه اللي موجوده الحقيقه نقول ايه، ويمكن الواحد مع نفسه حتى لما بتجيله دعوه ما بيرضاش يروح نتيجه احساسه مع نفسه ان مش ده الاتجاه اللي المفروض كلنا نبقى موجودين فيه. فبنقول بقى الجهات المسؤوله عليها دور، لكن بقى ننقل للاتجاه الثاني قبل ما ننهي لقائنا. يعني بقول للشعب، طب الشعب عليه ايه دور الشعب بقى في مقاومه الارهاب؟ في حاجات كتير لازم نبقى فاهمينها، مش ان احنا مجرد ان احنا نتعايش فقط، لا. نمرة واحد لازم الشعب كده يحسس جيشه وشعب وشرطته كده زي ما حضرتك قلتي، انه الشعب ده واقف في ايه، في ظهر الجيش والشرطة، حاسس معاهم، يحسسهم ان كلنا في ايه، في خندق واحد. نقطة مهمة قوي، ودايما نعتز بأبنائنا دول اللي بيدافعوا عنا وقاعدين سهرانين ليل نهار علشان هم اللي بيتصدوا بصدورهم لهذه العناصر الخسيسة، واحنا قاعدين مرتاحين. واخده بال حضرتك؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية ان بقى ما نصدقش كل حاجة بتتقال. موضوع الإشاعات وكل واحد ما بيصدق يسمع كلمة ويروح يقولها هنا ويقولها هنا يعني كيف نحافظ على ان معنوياتنا احنا كشعب لا تتأثر بمثل اي اعمال هم بيقوموا بيها. هي لان الروح دي نقطة صعبة جدا. لا مهمة قوي. بس هي مهمة ويجب ان تتحقق. عارفة انا ما بقولش حاجة لحضرتك الا ما بحس ان انا طبقتها على نفسي. بمعنى ايه؟ طب طبقتها ازاي يا فندم؟ يعني اقول ايه، يعني ما بتعايش الظروف الصعبة قوي اللي احس انها تأثر عليا. يعني بحس لما ايه في وضع ما صعب شويه بحاول ايه اخرج منه ولو ايه لحظيا او مؤقتا لغايه لما اعدي الجزئيه دي. انما عشان افتح طول النهار، معلش مع احترامي كده، بعض الفضائيات اللي في الاخر لو قعدت ساعه ولا ساعتين قدامها، معلش مع احترامي كده، هيجي لي اكتئاب من الاسلوب والعرض والتناول للامور اللي بتتقال والتشكيك. لا مش هشوفكم خلاص، مش واخد بالك، لا مش هشوفكم. انتوا عاوزين تخلونا دايما كده محبطين ودايما خايفين ودايما مرعوبين ودايما بنشك في بعض. ايه ده؟ خلاص لا ما اشوفش المحطه دي على سبيل المثال، ما انا بقول اهو. خلاص اذا ما نشجعش هذا الاتجاه. والناس دي على فكره يوم ما هتحس ان الناس مش عاوزه تشوفها، يمكن دي هتدي لها ده احسن درس في سؤال مهم بس عشان نستفيد بخبرات حضرتك. حضرتك قلت استكمال المشروعات التنمويه في سيناء. ايهما الابدى في هذه المشروعات؟ نبتدي منين؟ يعني ال 10 مليار دي هل هتبقى كافيه للقضاء على الارهاب ولتنميه سيناء في هذه المشروعات؟ لا، هي المشروعات الحقيقه بقول ايه محتاجه
كرأي شخصي نمرة واحد، احنا كان عندنا ما يطلق عليه المشروع القومي لتنمية سيناء. نقول ايه اللي تم وايه اللي ما تمش وايه الاولويات والاسبقيات طبقا للظروف الايه الحاليه. خلاص دي الخطوه رقم واحد. الخطوه رقم اتنين زي ما حضرتك قلتي ان يبقى في شق من الموارد الماليه اللي موجوده دي لصالح مقاومه الارهاب وشق لصالح الايه التنميه. وانا بقول ان فرصه ان المشروع القومي الجديد لتنميه محور قناه السويس يبقى ده هو الانطلاقه، لان جزء من هذه المشروعات هيتم على ارض سيناء. ورايي الشخصي ان انا ابتدي انطلق في التنميه من الغرب الى الشرق، يعني ما ابتديش بالشرق اللي هو لسه فيه بعض الامور المتوتره، ولكن ابتدي من الغرب في اتجاه الشرق. النقطه اللي بعد كده ان مش ضروري قوي ابتدي البدايات بالمشروعات الكبيره قوي، ولكن ممكن من المشروعات الاقل او المتوسطه اللي ممكن انها توجد الفرصه وتشغل وتشارك بالعديد من ابناء سيناء في العديد من مجالات التنميه اللي موجوده. فهي الحقيقه عايزه اعاده تصميم من جديد تاني فيما يتعلق بالمنظور التنموي الجديد على ارض سيناء. يعني احنا واحنا بنختم حابين ان انت حضرتك بقى تقول كلمه لاهالي سيناء، لانهم بيعانوا معاناه شديده جدا، الوضع عندهم طبعا سيء للغايه. احنا متفهمين ولازم نقول لهم ان احنا متفهمين وعارفين ما تعانوا. لا ده انا هقول لك، ده في البعض فيهم بيتصل بيا وبيطمنوني وبيقولوا لي يعني رجاله سينا دول اشداء وشافوا اكتر من كده بكتير ايام الحروب، ولديهم المقدره انهم يبقوا فعلا قادرين على التعاون مع الجيش والشرطه لدحر هذا الارهاب من سيناء والعوده مره اخرى لتنميه سيناء. يعني عندهم حته الاصرار دي على ضروره العوده مره اخرى لتنميه سيناء بعد دحر هذا الارهاب. فهم رجال ما تطمني عليه ما تخافيش. طيب يعني ما دام حضرتك بتطمنا يبقى خلاص. لا اكيد. لا. انا بشكر حضرتك جدا سياده طبعا اللواء علي حفظي يعني محافظ شمال سيناء، كنت هقول الخبير الاستراتيجي تاني مش هقولها، وايضا مساعد وزير الدفاع الاسبق. شكرا لحضرتك جدا على وجودك معنا وعلى تحليلك يعني لكل المعلومات الخاصه بسيناء. احنا في الاول بنقول احنا هتفضل مصر قويه وسيناء هتفضل مصريه، ومهما حاول الأعداء إن هم يعني يعكروا صفو الأجواء المصرية، لا احنا في إن شاء الله رعاية الله ومحفوظين، واخدين خطوات. القيادة الموحدة دي تعتبر خطة وتعتبر خطوة على المستقبل. هناك كمان يعني التغييرات الخاصة بالمحافظين اللي هنشهدها غدا، فيها الكثير من الشباب، أيضا فيها الكثير من الخبرات المتعددة الدولية. احنا في مصر شغالين بنقضي على الارهاب ولوحدنا ومن غير اي مساعده خارجيه، ولكن في الاول وفي الاخر الشعب المصري هو اللي هيغير. الشعب المصري هو صاحب القرار وهو دايما اللي بيقول كلمته. اشكركم والى اللقاء.